اوعى تلعب مع النادي الاهلي. اوعى تفكر نفسك اذكى من الاهلي او كعبك اعلى من النادي الاهلي. طب انت بتقول الكلام ده ليه بقى؟ هقول لك يا سيدي. ارجع ورا كده معايا وافتكر محمد رضا بوبو، كان نجم فيوتشر. اللاعب ده كان الاهلي عايز ياخده من نادي فيوتشر باي شكل، وفيوتشر ساعتها عرفت ان النادي الاهلي محتاجه، فحبت زي ما بيقولوا كده ايه تقرص على الاهلي. والاهلي كان ساعتها وحش وبيمر بمشاكل، فطلب نادي فيوتشر حوالي 25 مليون جنيه. فالنادي الاهلي طبعا رفض وبقوة، ان 25 مليون جنيه كتيرة جدا على لاعب زي محمد رضا بوبو، مش كتير على اللاعب ولكن كتير على الفرق في مصر عموما. يعني مفيش لاعب مصري يسوي الرقم ده من وجهة نظري يعني. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ دلوقتي سبحان الله واحنا داخلين على الانتقالات الشتوية ويناير داخل علينا، والراجل كولر وصل بالسلامة والنادي الاهلي بقى اداؤه 100 100 وعالي العال. دلوقتي عندك صفقتين، محمد محمود وزياد طارق. نادي فيوتشر عايز ياخد الاتنين. خلي بالك ان النادي الاهلي كان قايل ان نادي فيوتشر لو عايز ياخد الاتنين ياخدهم، ولكن يدفع مقابل للنادي الاهلي، لان اللعيبه دي بتلعب برضه في النادي الاهلي اللي هو نادي كبير. وكمان ما ينفعش ان انت تاخد اللعيب من عندي وتدفع له انت راتب بس وتاخده كده بلوشي كده يعني من غير اي فلوس خالص للنادي الاهلي. دلوقتي بقى هم اللي رجعوا زي ما بنقول كده ايه، رجعوا للبابا، رجعوا للنادي الاهلي وبيقولوا له هنعمل ايه دلوقتي، احنا عايزين الاتنين لعيبه دي وانت طلباتك ايه. لازم كل واحد يعرف مقامه، لازم كل واحد يعرف هو بيخاطب مين وامتى. اوعى تفكر ان انت تعرف تلوي دراع النادي الاهلي او تلوي دراع اي فريق جماهيري، لان دايما اي فريق جماهيري وبالذات النادي الاهلي فهو جمهور وراه. لو عايز فلوس الدنيا هيجيبها له، ولو عايز لعيبه الدنيا هيحاول يعمل كل حاجه عشان يجيبها له. جمهور النادي الاهلي او اي جمهور جماهيري هو ما هو الا هو ده البوصله، هو ده البوصله للبطولات، هو ده البوصله لكل حاجه كويسه بتحصل. فدلوقتي فيوتشر عايز زياد طارق ومحمد محمود في انتقالات يناير الجايه، وبيقولوا للنادي الاهلي شوف طلباتك ايه. ايوه هي كده الامور ترجع لنصابها المظبوط، كده الميزان بيبدأ يتظبط. عشان كده بنقول ما تخافوش على النادي الاهلي. طيب بالنسبة للموضوع التاني، طبعا احنا كلنا عارفين ان الخطيب كان لعيب جدا، لعيب في الملعب وقناص بقى بره الملعب. تعال اقول لك الخطيب عمل ايه. في كلام بقاله يومين كده ان النادي الاهلي هياخد مقر جديد في العالمين. الكلام ده ايه صحته؟ الكلام ده فعلا حقيقي. المهندس فرج عامر كان واخد 43 فدان على اساس ان هو يعملهم لنادي سموحة لما كان ساعتها رئيس لنادي سموحة. بعد ما طلع من رئاسة مجلس نادي سموحة، فدلوقتي الارض دي زي ما بيقولوا كده هتتخصص او كده، او يلا ادفعوا وكيشوا بقى عشان تاخدوا الارض. خلاص الارض دي متمنة من زمان ومتظبط حساباتها كاملة يعني. فنادي سموحة بعت خطاب رسمي للبشمهندس فرج عامر، قال له ان احنا مش معانا فلوس ومش عايزين الارض دي. فعشان الصداقة اللي تجمع الخطيب والبشمهندس فرج عامر فقال للخطيب، والخطيب بالفعل راح وخلص الدنيا، بعت مفوضين يعني ان هم يخلصوا الدنيا، وهيجي في خلال يوم او يومين ويخلص قصة الارض دي، وخلاص رسميا الارض دي هتبقى ملك للنادي الاهلي، هيبقى مقر جديد، وتقريبا ده هيكون المقر الخامس بعد المقر اللي لسه يعني اللي خلاص اتسلم تقريبا في التجمع الخامس. فالنادي الاهلي شغال على قدم وساق في كل الاتجاهات. بالنسبة بقى للكلام عن تدعيمات النادي الاهلي وتدعيمات نادي الزمالك، مروان عطية هيروح فين؟ هيروح الاهلي ولا هيروح الزمالك؟ انا كنت طلعت واتكلمت قبل كده في فيديو وقلت لك ان مروان عطية لاعب جيد، روي فيتوريا ضمه للمنتخب ولاعب كويس جدا، والاهلي والزمالك يحبوا ان لاعب زي ده يكون عندهم. مين الاقرب؟ الزمالك. مين بقى اللي دخل في الصفقة؟ الاهلي. طب خلي بالك النادي الاهلي دخل في الصفقة بصفة رسمية؟ لا، عن طريق شوية وسطة. تمام. طب اللاعب ممكن يروح فين اقرب له؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات اللي عملناه قبل كده،
اللاعب ممكن يروح نادي الزمالك عشان اساسا لما الاتحاد السكندري طلب محمود علاء، نادي الزمالك ساعد وسهل الدنيا ومحمود علاء انتقل لنادي الاتحاد السكندري. تمام كده؟ طيب الاهلي محتاج ايه؟ الاهلي الراجل كولر قال لك انا عايز مكانين، مهاجم وجناح ايسر. تمام، على عيني وعلى راسي. اذا كولر الاهلي كده كده هيلبي له طلباته. ما تنساش برضو حاجة، ان انت عندك لو هتكلمني على مروان عطية فانت عندك برضو في نص الملعب محمد فخري، عندك عمار حمدي اللي راجع لك خلاص كمان 15 يوم ان شاء الله، وانا بقولها لك كمان 15 يوم عمار حمدي هيكون موجود مع النادي الاهلي باذن الله، يعني بعد تماثله للشفاء يعني. عندك اكرم توفيق ممكن يستخدم، متولي ممكن يستخدم، لعيبه كتيره طبعا غير الثلاثي اللي انت عندك، اللي انت اساسا في فلكسبيليتي فيهم، سواء ديانج السوليه حمدي فتحي. فشايف او كولر شايف ان نص الملعب لا انا تمام، انا اقدر نص الملعب ده الدنيا بتاعتي فيه تكون تمام. لكن بس عشان انهي الكلام على موضوع مروان عطية، الكلام عنه ان هو اقرب لمين؟ هو اقرب لنادي الزمالك، ولكن هو ترشح عن طريق وسطاء للنادي الاهلي، ومفيش اكتر من اللي انا بقوله. مين بقى اللعيبة اللي هتلعب في كأس العالم بالنسبة للمحترفين اللي عندنا هنا في مصر؟ بالنسبة لتونس الخضراء عندنا 3 لعيبة المفروض ان هم يلعبوا ويروحوا كأس عالم، ولكن في خبر وحش جدا، حمزة المسلوسي مش هيروح كأس عالم، لان حمزة المسلوسي تواصلوا معاه وكلموه، والحقيقة انا شايف ان دي ظلم كبير جدا للاعب. واحد زي حمزة المسلوسي مشارك مع منتخب تونس في كل مراحل الصعود، وفي الاخر تيجي تقول له انت مش معانا. طب عارف حمزة المسلوسي مش مع منتخب تونس ليه؟ عشان حمزة المسلوسي بيلعب راجل مدافع، ما بيلعبش باك رايت اللي هو مركزه الاساسي، هو فيريرا بيوظفه كده في نادي الزمالك عشان احتياجات نادي الزمالك له كده. فدي خلت حظوظه واماله تقل جدا في المشاركة في كأس العالم. يعني كده هيكون بالنسبة لمنتخب تونس عندنا 2 بس من بيلعبوا في مصر، واحد بيلعب في الاهلي وواحد بيلعب في الزمالك، سيف الدين الجزيري وعلولو، دول هيروحوا لمنتخب تونس. نتمنى حظ يكون افضل بكتير قوي لحمزة المسلوسي، عشان لاعب خلوق، لاعب محترم، عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة يعني. الموضوع بقى التاني اللي عايز اكلمك عليه وهو خالد الغندور، غندورة شمندورة من جنة، كتب على صفحته على الفيسبوك ان نادي الزمالك هينهي عقده او هو هيخلص فترة عقده مع قناة نادي الزمالك الشهر ده. ايوه تمام ماشي، وبيتمنى التوفيق له بتاع، ماشي يا سيدي ربنا يوفقك ومش عارف ايه، بس ولكن هو بيلمح ان هتزودوني ولا ايه؟ طب في اون تايم في قنوات تانية، طب نروح طب نيجي، تقلقش ما تقلقش، كده كده هيجددوا لك عشان انت عنصر اساسي وعنصر فعال لازم يكون متواجد دايما في القناة. الحاجة الأخيرة بقى وهو محمود كهربا زي ما قلنا خلاص يعني نادي الأهلي اداله فلوسه وكهربا بيبدأ. سمعت ان الكهربا لحد دلوقتي ما عنديش اكيد على المعلومة اللي انا هقولها لك حالا دلوقتي، كهربا سمعت ان هو واخد قرض بقيمة الفلوس الباقية. كهربا باع عربياته، كان عنده تقريبا عربيتين او حاجة فباعهم، وباع كذا حاجة كده تانية كانت عنده عشان يحاول ان هو يوفر المبلغ، وكمان اخد قرض من احدى البنوك عشان يوفي الغرامة، وعشان كولر حابب ان يشوف كهربا موجود، رغم ان في ناس بتقول كهربا يطلع في يناير، يطلع اعارة وبعدين يرجع لما يكون اشتغل شوية، ولكن لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. هو ده اللي تم وهو ده اللي حصل مع كهربا لحد دلوقتي. يبقى كده كهربا خلاص في طريقه ان هو يشارك بالفعل بعد ما يسدد الغرامة بتاعته لصالح نادي الزمالك. ودي كانت كل اخبارنا يا صديقي العزيز، واتمنى منك ان انت لو انت مش مشترك لسه في القناة تنزل حالا تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، واشوفك على خير. وما تنساش تصلي على النبي، وتابعني بقى في حلقات وقصص لكأس العالم هتبهرك ان شاء الله. هعمل لك سلسلة محترمة تليق بيك يا صاحبي يا جميل. سلام عليكم.